من المحمدية يلتحق بنا عبر الهاتف موفد تلفزيون النهار إلى هناك أحمد قارة. صباحك سعيد أحمد قارة، أكد لنا الخبر المتعلق بتدشين رئيس عبد العزيز بوتفليقة للمسجد الأعظم وآخر المستجدات. تفضل أحمد. نعم زميلتي هاجر، صباح الخير وصباح الخير لكل مشاهدي ومتابعي قناة النهار. نحن الآن متواجدون أمام الأعظم بالمحمدية. من المنتظر أن يصل في حدود الساعة 11 بالتمام إلى المسجد هنا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليقف على سير الأشغال بالمسجد الأعظم. منذ لحظات فقط وصل وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون، وسيصل بعد لحظات حسب المصادر الرسمية المؤكدة لنا أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف أيضا محمد عيسى سيكون في المسجد الأعظم في انتظار وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حدود الساعة 11:30 بالتمام بتوقيت الجزائر. نؤكد أيضا زميلتي هاجر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يحل هنا بالمسجد الأعظم سيكون في زيارة تفقدية أولى في محطة السكك الحديدية بالزرالدة التي سيتم تدشينها في أو على بعد أشهر قليلة فقط قبل تدشينها، أين سيتم الربط بين زرالدة وبئرتوتا مرورا أو حتى مطار هوري بومدين مستقبلا. الرئيس كما ذكرت سالفا زميلتي هاجر سيقوم بثاني زيارة تفقدية في مدة لا تتعدى الشهر، التي زارها من قبلها أو دشن من قبلها أوبرا الجزائر منذ 15 يوم بالتحديد. وننتظر زميلتي هاجر وصول الرئيس بوتفليقة، أعيد وأكرر، في حدود الساعة 11:30 تماما حسب مصادرنا المقربة. ممتاز. سؤال جانبي فقط أحمد قارة من الناحية التنظيمية ووضعية الطرقات، خاصة أنه في كل مرة يكون هناك عملية تدشين وغيره، لابد أن نركز على الجانب التنظيمي وخاصة وضعية الطرقات، كيف هي؟ نعم زميلتي زميلتي هاجر عفوا، نؤكد فقط أن حالة الطرقات هي معروفة ليس فقط في الجزائر وإنما على المستوى العالمي في خرجة لأي رئيس، وبشكل خاص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فإن حالة الطرقات تكون نوعا ما مزدحمة، لأن مرور الرئيس بأي طريق سيكون فيه يعني نوع من ازدحام، ضمان من الجانب الأمني، لأن مرور الرئيس مرور وزير. ونذكر ونؤكد أن الجانب الأمني متواجد ومتواجد بقوة يعني تنظيم هذا الحدث الكبير، وهو يعني وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الوقوف على مشروع المسجد الأعظم. أما بما يخص يعني التنظيم الداخلي، يعني من حيث التنظيم الداخلي وكذا، فوجدنا أن المسجد الأعظم مهيئ على أتم التهيئة لاستقبال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليقف على الأشغال المتواصلة فيه، والأشغال كذلك متواصلة كما ذكرت أنت زميلتي هاجر في السابق أن المئذنة لم يتم فيها الأشغال بعد وهي متواصلة. ووجدنا التنظيم محكم جدا من طرف القائمين على المشروع، سواء من جانب وزارة السكن والعمران وحتى من جانب يعني المنظم لهذا المشروع وهو الجزء الصيني. هم متواجدون بكثرة هنا أمام المسجد الأعظم في انتظار وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حدود 11:30 ونصف. كما أشرت اتضحت الصورة. أحمد قارة في تلفزيون النهار إلى المحمدية من المسجد الأعظم، جزيل الشكر. إلى أخبار الوطن. قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد بزيارة عمل وتفقد لمشروع مسجد الجزائر الكائن ببلدية المحمدية بقلب خليج الجزائر. وكان رئيس الدولة مرفوقا خلال هذه الزيارة بالوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عبد الله غلام الله، ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ. ويعتبر مسجد الجزائر الجاري إنجازه أكبر مسجد في إفريقيا والثالث في العالم بعد مسجد الحرم بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، حيث يتسع ل 120 ألف مصل، كما يضم أعلى منارة في العالم يصل طولها إلى 265 متر. وكان رئيس الجمهورية قد وضع الحجر الأساس لمسجد الجزائر يوم 31 أكتوبر.